مشاركة المريض في الخطة العلاجية هي اللي بتخليه يقدر يوصل لأسرع تحسن وفي أقل عدد من الزيارات، وده اللي هيخلي المريض يحس قد إيه هو استفاد وقدر فعلا يوصل لحقق حاجة يمكن ما كانش أصلا متوقعها. طب ما نستغل النقطة دي بقى يا دكتور أحمد، وتدي نصيحة للشباب خريجين العلاج الطبيعي الجداد إزاي يتعاملوا مع المرضى بالشكل ده. أدي نصيحة ممكن أقول لهم اسمع المريض الأول، وهتلاقي دخلة كويسة جدا على إنك تقول له طيب أنت عايز توصل لده، أنا هساعدك نوصل لده. هساعدك ده معناه ان هو ليه دور، هساعدك توصل لده، بس انا طالب منك ايه حاجات انت تعملها فيه. فطبعا طالما انت بتقول له انا هساعدك، هو لازم هيفكر ان هو يساعد نفسه. صحيح. فتقول له جسمك محتاج ان احنا نعمل واحد اتنين تلاته، وده اللي انت هتعمله وده اللي انا هعمله. ليه؟ لاني اكبر غلطه بيعملها زمايلنا ان هو في الاول يعمل حاجات هو عارف انها هتساعد المريض، تمام. فبعد جلسه او اتنين المريض يحس بتحسن 50% مثلا، تمام. فيبتدي تيجي تقول له ايه استنى بقى عاوز اقول لك كمان انك ليك دور، عاوزك تعمل واحد اتنين. يقول لك لا يا امم دكتور، ما اللي انت عملته لي ده جاب نتيجه زي نكمل الفل. عليه. اه كمل عليه بقى، طب لا، أنا عايزك تمد إيدك اديني معايا. شويه زياده كمان من اللي انت آه. بدات تبخل عليا ولا ايه. تروح ودي غلطه برضه، تروح تقول له ايه بس بعدين التحسن هيبقى بطيء. لا هو اكشولي انت ممكن ما توصلش اصلا لونج تيرم صحيح. ريزلت من غير صحيح. ما المريض يقوم بالدور بتاعه، يعني صحيح. عشان اوصل من أول لنتيجه. زيارة. بالظبط كده.